بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي ان انت ممكن تختفي. طبعا في ظل التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي، العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ان كل واحد فينا معاه تليفون فيه كاميرا، كاميرات في الشوارع وانترنت وصور تكنولوجيا هائلة مع الذكاء الاصطناعي. فالموضوع صعب ان انت فعلا تختفي، بس اي حاجة بتظهر بيبقى لها الاختراق بتاعها. كاميرات لها اختراق، الانترنت لها اختراق، تليفونات بيبقى فيها اختراقات. يعني مثلا زمان لما اخترعوا موضوع الكاميرات، حاجة بسيطة جدا أثرت على التكنولوجيا بتاعت الكاميرات. إن هو الإنسان بمجرد ما هو بيلبس كاب خلاص الموضوع انتهى، وبيبتدي يتجول. الكاميرات مش هتقدر تجيب وشه. في الظروف اللي احنا عايشينها حاليا، وفي ظل اللي بيحصل لإخواننا في غزة وأهلنا في غزة، في ظل اللي بيحصل القمع اللي موجود في بلادنا، فلازم نعرف شيء مهم جدا: إن أنت مش هتعرف تحرر أي حد غير لما تحرر نفسك أنت الأول. مش هينفع ان انا افكر في اهلي في غزة ان انا ازاي اساعدهم من غير ما اساعد نفسي انا الاول. اه طبعا، موضوع التبرعات وموضوع ان انت تقف جنبيهم وان انت تنشر الفيديوهات ده شيء جميل جدا، بس احنا بنتطلع لاكثر من هذا. عشان اوصل لاهلي في غزة لازم احرر نفسي الاول من اللي انا فيه. زي بالظبط كده ما اكون انا مسجون ومطلوب مني ان انا احرر ناس تانية، انا المفروض ان احرر نفسي من السجن الاول. مصر عبارة عن زنزانة كبيرة، دولنا عبارة عن زنزانة كبيرة، فلازم نحرر نفسينا الأول. ومجرد ما احنا بنتحرر الكيان بيسقط خطوة خطوة، لأن الكيان أصلا مبني على الأنظمة اللي حواليه. نرجع لموضوع الاختفاء. ليه أصلا أنا عايز أختفي؟ ببساطة شديدة، في ظل نظام قمعي زي اللي احنا عايشين فيه في مصر، مش هنعرف نتحرك ولا هنعرف نعمل حاجة. كل واحد فينا عنده بطاقة مكتوب فيها اسمه الرباعي، عنوانه، رقم قومي ممكن يتجاب. طب نعمل ايه؟ في ناس ساعات بتفكر وتقول ياه لو كان معاه طاقية الإخفاء، أو كان معاه البساط السحري بتاع علاء الدين، أي حاجة، مادة معينة أشربها أختفي زي ما بتيجي في الأفلام. ونسينا إن أنا معايا قوة أكبر من كده، هي ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وحتى اللي بعديهم، سواء صلاح الدين سواء قطز سواء حتى الأيام اللي إحنا فيها ديت، زي ما إحنا بنشوف أهلنا في غزة، لا معاهم طاقية إخفاء ولا بساط سحري ولا بيشربوا مادة بيختفوا. اشتغلوا، فكروا، نفذوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يدعي ربنا ودعوته مستجابة وكان ينتصر، بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبان في كل خطوة إن هو بشر، يقدر إن هو يتحرك كبشر ويفكر كبشر ويشتغل كبشر علشان احنا من بعده. علشان في مسلمين جايين من بعده مش هيبقى معاهم نبي، مش هيبقى معاهم رسول، فلازم بيدينا معايير معينة. لما برضو نتكلم على موضوع الاختفاء، إن أنا أختفي علشان أعمل حاجة معينة. ولنفرض مثلا ما ينفعش انزل ادرس منطقه عمليات معينه بوش مكشوف، فلازم ان انا اختفي. الاختفاء عن طريق حاجات كتير، مثلا ان انا ممكن اخترق الكاميرات علشان اعطلها. طب حتى لو انا اخترقت الكاميرات عشان اعطلها، الكاميرات اللي في ايد كل واحد فينا، طب وشهود العيان؟ الافضل ان انا اغير هيئته. الحيوانات بتعرف تغير هيئتها. النمر او الفهد بيبقى فيه نقط معينه او خطوط معينه على جسمهم بيقدروا يتخبوا او يختفوا جوه الغابات. الحرباء اللي هي الحربايه لغتنا العاميه بتقدر تغير لونها عشان ما تبانش. نتعلم منهم، بس ممكن نضيف لان احنا برضو بشر المفروض نبتكر. ودي الخطوات اللي احنا هنمشي فيها النهارده. فارجوكم ركزوا معايا في الكلام، لان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. اول حاجه لازم اسالها لنفسي: هو انا عايز اختفي ليه؟ ومن ايه؟ ايه هي الطريقه اللي انا هستخدمها للاختفاء؟ مثال بسيط: انا عايز اوصل رساله معينه بطريقه معينه. اول حاجه بدرس طبيعه المكان. طبيعه المكان دي حاجه مهمه جدا، والمكان اللي حواليه عامل ازاي، وادرس المكان كويس جدا انا شخصيا. يبقى انا لازم اكون شخص غير مرئي عشان ادخل المكان ده واوصل الرساله المعينه. برضو انت لسه ما جاوبتش على السؤال بتاعنا، اصبر عليا. انا بحاول ابسط الموضوع بشكل كلنا نقدر نفهمه. تغيير الهيئه، الهيئه ككل، وشي، لبسي، طريقتي، ملامحي، طريقتي حتى في الكلام. واحنا ماشيين في الشارع ساعات بتلاقي ناس بتقول لك بطريقه لبسها وطريقه كلامها، بتشاور لك كده وبتقول لك خلي بالك انا مختلف، بص عليا. فدي اول حاجه لازم نفهمها: انا ليه اصلا الفت النظر ليا؟ انا ليه اصلا البس حاجه مختلفه عن الناس؟ انا ليه اصلا ابقى مميز عن الناس وانا رايح اعمل حاجه المفروض ان انا اكون فيها مختفي؟ دايما طريقه كلامك، طريقة لبسك لازم تتوافق مع المحيط اللي انت فيه. انا دلوقتي نزلت الصعيد، مش معقول وانا نازل الصعيد هلبس اكني لسه خارج من جيم، بس هلبس زيهم، هلبس زي الناس، هلبس جلابيه، هلبس شال، عمه معينه، طريقه معينه، هلبس زي الناس، هتكلم زي الناس، هدرب نفسي ان انا اتكلم صعيدي او اتكلم وجه بحري.
او اتكلم فلاح او اتكلم اسكندراني او اتكلم بورسعيدي، لازم ادرب نفسي. وانا انصح ان المهمات اللي زي ديت في منطقه العمليات، وهنسمي المنطقه اللي انت نازل بنفذ فيها حاجه معينه منطقه عمليات، ان انت ما تتكلمش اصلا او تتلاشى الكلام او تتكلم في منطلق ضيق جدا. خلي بالك من حاجه، حوالي 95% من اي قضيه شرطه بتحقق فيها او البوليس بيحقق فيها، لو ضابط ذكي اول حاجه بيلاحظها ان بيلاحظ حاجه غير ملائمه للواقع اللي موجود فيها القضيه. ازاي؟ زي بالظبط كده لوحة فنية، لوحة فنية عن الريف، تمام، جمال الريف، بيوت الريف، البساطة، وتلاقي في اللوحة الفنية ديت عربية آخر موديل. ده شيء المفروض ما يكونش موجود. فدايما اوعى تكون انت الشيء المختلف عن اللوحة الفنية اللي انت فيه. بيبص على اللوحة كاملة وبيشوف ايه المختلف وبيحاول يطلعه، ومن هنا طرف الخيط في اي قضية. فما تكونش انت الشيء المختلف في اللوحة الفنية او في المحيط اللي انت نازل فيه. يعني زي ما قلنا، طريقة كلامي، طريقة لبسي، طريقة مشي تشبه المحيط اللي أنا فيه. لو اتنكرت في زي راجل كبير في السن، أنا لازم أمشي زي راجل كبير في السن، لازم أمسك عكاز وأحني ظهري بسيط عشان أقدر أمشي زي راجل كبير في السن. ممكن أحط حاجة في الشوز أو الجزمة اللي أنا لابسها علشان تبتدي إن هي تخليني أعرج بسيط. طريقتي في الكلام، ألبس عدسات لاصقة عشان عينيا ما تبانش. الشعر يبقى متناسق مع الدقن. كل دوت انت بترسم لوحه فنيه، انت بتعمل ابداع، انت بتعمل حاجه جديده، انت بتتحدى نفسك، بتتحدى اللي حواليك. لازم يكون معاك شنطه تانيه مخفيه، او ممكن شنطه بسيطه زي اي واحد في الشارع بيشيل شنطه. الشنطه دي لازم يكون فيها لبس تاني برضه مناسب للبيئه اللي انت فيها. ليه؟ لان دي الخطه التانيه بالنسبه لك. لو حد اكتشفك او حد فهم حاجه، انت ممكن تدخل اي مكان وبتغير بسرعه وبتخرج منه على اساس ان انت واحد تاني خالص. او وحتى وانت ماشي في الشارع في الزحمه بتبتدي ان انت تقلع الجاكيت اللي انت لابسه وبتلبس جاكيت تاني، او بتقلع الكاب وبتلبس كاب تاني، بتقلع العمه وبتلبس عمه تانيه. المهم بتغير ملامحك. انا دلوقتي ماشي في الشارع ببدله، في ثانيه بقلع البدله، ببقى لابس تيشيرت تحت البدله وبحط البدله في الشنطه، بشيل الكاب اللي انا لابسه وبلبس كاب تاني او ما بلبس. ولو انا لابس كاب بقلعه، ولو انا مش لابس كاب بلبس كاب تاني وببتدي امشي. كل ده انت لازم تتمرن عليه. وخد بالك من معلومه مهمه، ان التخفي في حد ذاته ليس طريقه هروب. التخفي يدي لك وقت علشان تهرب. فلنفرض ان انت اتعرفت او حد عرفك او عرف ان في حاجه مش مظبوطه في الهيئه بتاعتك، لازم تغير طريقه لبسك، طريقه تخفيك، عشان بيدي لك وقت ان انت تعرف تهرب. في شيء برضه مهم جدا واحنا قلنا عليه، دراسه مسرح العمليات او مكان العمليات. تدخل على جوجل ماب وتعرف مداخل ومخارج المنطقه منين، هتدخل ازاي وهتخرج ازاي، ولازم يكون في كذا مخرج. ما ينفعش يكون في طريق معين انا همشي فيه وخلاص، لا، في طرق كتير. لازم اعرف اسماء المحلات، لازم اعرف اسماء الشوارع، عشان لو حد سالني وانا ماشي وممكن حاجه تحصل زي كده. وكتير جدا بيتعرفوا بسبب الموضوع دوت. يكون واحد من المنطقه نفسها بيشك فيك فبيجي يسالك بيقول لك هو الشارع الفلاني منين، بتقول له الشارع الفلاني من الحته المعينه. ساعتها بيقول اه انت مثلا ممكن تكون صاحب حد هنا، او تعرف حد هنا، او انت على الاقل من المنطقه بس انا ما اعرفكش. ده شيء بيقلل اثاره الشبهات فيك. فلازم اعرف المنطقه، اسماء الشوارع، اسماء المحلات. واحد دلوقتي هيقول لي انت يا عم دوشت دماغنا وقلت لنا على معلومات كتيره جدا. المعلومات دي انت ممكن تحفظها، تكتبها على تليفونك بتشفيره معينه عشان ما حدش يفهمها لو حد مسك تليفونك، وترجعها في دماغك. بس الاهم من ده كله، انا هعمل الحاجات دي ازاي؟ اولا التدريب. لازم تتمرن وانت في اوضتك، محدش يعرف عنها حاجه. تمسك تايمر وبتشوف انت ممكن تغير هدومك في قد ايه. ببتدي ان انا اغير هدومي وانا حتى بمشي. ببتدي ان انا اتمرن واتحدى نفسي. قدرت ان انا اعمل كده 30 ثانيه، بخليها 15 ثانيه، بخليها 10 ثواني، بخليها في لمح البصر. انا ممكن ان انا اغير هيئتي. في الاخر امتى هتختفي؟ لما يكون في حاجه معينه عايز تعرفها او حاجه معينه عايز توصلها ومش عايز حد يعرف. ما تنسوش اهلنا في غزه. اوعى تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. نصر ربنا قريب ان شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى لما بيريد شيء بيقول له كن. اوعوا تفتكروا ان النظام او الانظمه دي موجوده
موجودة للأبد. اوعوا تفتكروا نظام السيسي موجود للأبد، الراجل ده هيمشي يعني هيمشي، كل حاجة بتقول إن هو هيمشي، بس لازم يكون عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى إن الظلم لازم يكون له نهاية. بس لازم أنت تشترك في هذا، لازم أنت تغير وتعمل حاجة، ولو أنت ما اشتغلتش مفيش حاجة هتحصل، مفيش حد هيجي من بره عشان يساعدك، أنت اللي لازم تساعد نفسك. إن شاء الله بإذن الله نفرح في يوم من الأيام بزوال هذا النظام وسقوط الطاغية، إما إن هو هيهرب أو السيناريو التاني اللي احنا عارفينه كلنا ومستنيينه. ان شاء الله باذن الله هنفرح لما اهالينا يخرجوا من المعتقلات. خلوا بالكم من بعض، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.